رحيل بنتايج عن نادي الزمالك ومشكلة تلو الأخرى. يعني شفت ناس أو عيال شمال أو ناس بتتاجر بالزمالك أو ناس أهمها التفاعل. شيلوا الزمالك من على التنفس الصناعي. ويعني في ناس كده يعني بتقدم محتوى، بس مع احترامي ليهم ممكن يكونوا مهزئين او مش زملكاويه او هو عامل الفيديو عشان يشد الاهلاويه فعنوان الزمالك بيموت، الزمالك بينهار، الزمالك البقاء لله وكلام من هذا القبيل. طيب انا هتكلم كلمتين، يعني لأول مرة هتكلم بالعقل وبالمنطق شوية، هحاول أتغاضى عن تعصبي الشديد، اتكلم بشويش. مشكلة الزمالك إدارية. اه يعني يعني مش مشكلة أرض. لأن أرض معانا بقالها كام سنة ما خدناش مثلا دوري 4 5 مرات، ما خدناش دوري أبطال أفريقيا، يعني عملنا مصايب، جبنا صفقات شمال كتير، فمش عايز مظلومية الأرض أصل الحقونا. مشكلة الزمالك إدارية بحتة. أنت بالظبط جايب ناس معاها مثلا دبلوم، مسكهم مثلا شركة مالتي ناشونال. هل الناس دي هتعرف تدير الشركة ولا هيغرقوا الشركة؟ هيغرقوا الشركة. هي دي مشكلة الزمالك في حتة الضمير. الضمير الضمير ثم الضمير ثم الضمير ثم الضمير ثم الضمير ثم الضمير. هقعد اقول العمر كله اي حد بيمسك نادي الزمالك، في ناس كتير بتمسك الزمالك معدومة الضمير، هو داخل يسرق من ورا الزمالك. يعني مش عايز اقول اسماء بقى او اتكلم في مين او مين، انا بتكلم في العموم. يعني صفقات شمال، يعني فلوس، تعاقدات شمال، عقود كده زي فاكر زياد كمال، زي محمد حمدي، حاجات كده مش مفهومة. عارف تقعد تفكر فيها مش مفهومة. انت بيضحك عليك علني. بنتايج يهدد بفسخ التعاقد حتى هذه اللحظة. بنتايج لاعبا في نادي الزمالك. وطبعا بقى ايه، عارف بقى ايه؟ طبعا اي حد شمتان في اللي بيحصل في نادي الزمالك هو انسان مريض متخلف ما عندهوش وعي. لان الزمالك لو اختفى انت يهبل مش هتلاقي حد نفسه يهبل يا غبي يا غبي. البطولات اللي هتخش في كرشك دي كلها هيبقى ملهاش طعم. بطولات ملهاش قيمة. بالظبط كده، بالظبط. فاي حد بيشمت في الزمالك هو معدوم العقلانيه او الفكره او اي حاجه. مشكله الزمالك فلوس. مشكله الزمالك فلوس. طيب لما بيبقى معانا 10 جنيه، عارف يعمل بيها ايه؟ بالظبط كده، واحد مع 10 جنيه تلاجته فاضيه، راح جاب سنيكرز، مصاصة، لبانة، بونبونية. ال10 جنيه دي فرتكها فبقت 100 جنيه، فراح جاب معرفش حظاظة، سلسلة. التلاجة فاضية. التلاجة دي فرقة نادي الزمالك. ازاي تختار بعناية الفلوس اللي معاك؟ هتصرفها ازاي؟ وهتجيب بيها لعيبة عاملة ازاي بأقل تكاليف؟ هتدور هتلاقي. ايوه ما هي الأندية اللي في الدوري دي كلها، اللي هي اللي انت بتقعد تتسول عليهم وتحايل عليهم عشان يبقوا لك لعيبه، هم جايبين اللعيبه دي من انديه درجه تانية وتالتة، واللي جايب لعيبه من افريقيا. هي دي لعيبه، بس انت عايز تشتري على الجاهز عشان تعمل حاجات كده من تحت الترابيزه. هل بنتايج
هيفسخ العقد. اعتقد ممكن الموضوع يتحل. وطبعا بقى خبر بنتائج على طول، خبر بنتائج. عارف اول ما صحيت على النوم جه على وشي واحد، اول ما صحيت على النوم اداني على وشي بالقلم مره واحده. ايه؟ اخوان بزيرة يمهل الزمالك. خبر تاني، شيكو بنزا، عدي دباغ. عارف في ناس وسخه بمعنى الكلمه، هي وسخه وهتفضل وسخه العمر كله. هو كده. عارف هو عايز ايه؟ يحلبك، عايز يقضي يعني بجد. انا عندي صداع لحد دلوقتي من الصبح من ساعه لما سمعت الخبر. مشكله الزمالك مجلس الاداره مش عارف تحل، ما تمشي. هو انت خايف على الزمالك اكتر مني؟ لا. هو انت خايف على الزمالك؟ اقول لك الصفقات الشمال اللي انت جبتها دي كلها، اقول لك اقول لك اقول لك محمد حمدي، زياد كمال، مشلاك اللي ما اعرفش، رحت جبت واحد من السعوديه، على متيابه، على لعيبه من تحت السن، على انت فرتكت فلوس وجاي تعيط عشان الارض. محبكش وانت كده. انا ساعات بصدق المؤامره الكونيه اللي على الزمالك، اللي في مؤامره على الزمالك احيانا. بس النهارده انا مش مظلوم، ولا ناديه مظلوم، ولا اي حاجه خالص. اي حد يقول غير كده يبقى جاهل. الزمالك مش مظلوم نهائيا. الزمالك يتحمل عبث ادارته. معاك جنيه تعرف تمشي الدنيا، يبقى معانا 5 جنيه، 10 جنيه، 1000 جنيه، يلا محترفين. الواد بتاع المغرب، على معرفش مين، على مصدق، على من تحت السن 20,000 دولار، على مدرب اجنبي. معاك تصرف، مشي دنيتك باللي معاك. هل الزمالك هيقفل؟ ساعات بقول ان الزمالك لو هو عبء على الدولة او الدولة مش عايزة الزمالك، سهل جدا بجد، زي اي شركة كبيرة بتفلس. فلس النادي، لم استغنى عن اللعيبة، حول النادي اجتماعي، شمسيات وكراسي وشكرا. لو النادي مضايق الناس اقول لك بيع النادي. هو انت لو بكره قلت هبيع النادي مفيش حد هيخش يشتري النادي؟ هيخش يشتري النادي ويبقى عايز يكسب منه ويجيب بطولات ويعلي اسمه ويبقى عنده اسم ويشتري نادي واثنين وثلاثه وهكذا. دي يعني دي مشكله كبيره مهمه جدا. يا تقفل النادي يا تبيعه. لكن انت برضو مشكله الارض يعني خلاص يعني مش عارف يعني يعني ما علينا. طب الحل، هل الحل ان احنا عايز اقول حاجه. هل الحل واحد يقول لك ابيع لعيبه، طلع لعيبه من تحت، اوفر فلوس، حل القضايا، وابعد عن المنافسه خالص، يعني بس ابقى موجود في الدوري لحد ما احل القضايا ومشاكل والديون وهكذا، وبعد كده ابقى ارجع واحده واحده. ممكن. لكن هتقعد كل سنه تضحك عليا ان انت هتنافس وانت مش بتنافس، وبتجيب لعيبه شمال وبتجيب لهم مدرب عايز المدرب يعمل حاجه باللعيبه الشمال اللي انت بتجيبهم، فبعد كده تمشي المدرب وتجيب مدرب وتجيب له لعيبه شمال وهكذا. هي دي مشكله الزمالك، وهو ده الزمالك اللي بيحصل كل سنه. بنتايج سيرحل ام لا؟ خبر بعد كده نزل ان بنتايج هيتجوز بنت عضو مجلس الاداره كابتن احمد سليمان. طيب كابتن احمد اللي حصل؟ بنتايج ووكيله لحد دلوقتي ما كلموش. هل المشكله تتحل؟ نتمنى. واتمنى مجلس الاداره مع السلامه، مع السلامه. فشلت والله العظيم فشلت. ايه المشكله ان انت تفشل؟ مش عيب ولا حرام؟ بس كفايه عليكم، انتوا مش خايفين على الزمالك؟ سيبوا النادي، سيبوا النادي بجد. كفايه هذا المجلس، مدير كوره ومدير رياضي ولجنه كوره ومعرفش مين، وحسين لبيب واحمد سليمان وحسين السيد، بعد كده لجنه كوره فيها طارق السيد، بعد كده مشي اللجنه وجيب جون ادوارد فجاب لعيبه. كفايه.
هذا ما لدي في الفيديو. اتمنى اي حد بيعمل فيديوهات باسم الزمالك خليك راجل شويه، فكك من شغل العيال الوسخه والاطفال، يا تدافع عن الزمالك وتتكلم عن الزمالك بروح وبقلب. وعايز جو الريتش والتفاعل والشغل الشمال بتاع الناس الشمال اللي معروفه بالاسم، معروفين بالاسم العيال الشمال دي، اقلع التيشيرت، البس تيشيرت الاهلي، هتجيب متابعين وملايين ومشاهدات وكل حاجه. لايك وجهة نظر في الكومنتات، اشتراك في القناه او البيج، ان الفيديو ده هيبقى في كل حته، وقولي وجهة نظر في الكومنتات، وشكرا، سلام.